كابتن حازم محمد يحيى الحرية إمام. تعالى تعالى. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كابتن حازم محمد يحيى الحرية إمام زعلان مقموص فيا كابتن. زعلان ليه يا كابتن؟ قال لك نزل بوست كده زعلان ومتضايق ومجروح ومظلوم ومقهور ويا عيني وبيشتكي من لجانه في سابقه لم تحدث من قبل، وما اعتقدش ان هي ممكن تحدث تاني، او عادي لو حد جه زيه ممكن تحدث تاني. توقع منهم اي حاجه والله العظيم بجد. الناس دي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو معترض على لجنه من لجان الاتحاد ومش عاجبه، وشايف ان الزمالك مظلوم، شايف ان الزمالك مقهور. انا بس كنت عايز ارد عليه بعيدا بس عن النقطه دي دلوقتي، بس مش عارف ارد عليه ان هو الاول يا جماعه، مش عارف والله، محتار ارد عليه ان هو كابتن حازم امام اللي هو مثلا عضو مجلس اتحاد الكوره، ولا ارد عليه كابتن حازم امام لاعب نادي الزمالك السابق. واحد يقول لي يا احمد هي هتفرق يعني؟ اقول لك اه يا صاحبي هتفرق، ولما ارد دلوقتي انت هتفهم وهتعرف. انا هبتدي الاول بعضو مجلس الاداره. عضو مجلس الاداره المفروض الطبيعي والمنطقي ما شفناش قبل كده ان في عضو مجلس اداره بينتقد لجنه موجوده تبع الاتحاد اللي هو عضو مجلس ادارته، ما شفناهاش قبل كده خالص. طيب هو مش في مواقف تانية مثلا كانت حصلت؟ يعني كان في مواقف تانية المفروض انها كانت حصلت. طب الاهلي لما كان اتضر من الخطاب بتاع الكاف، فاكر يا كابتن زوما؟ حضرتك ما شفناش يعني نزلت بوست واعترضت يعني وانتقدت التصرف دوت وازاي وده باسم الدوله، وبعدين تحدى يعني ده نادي كنا نلعب نادي خارجي، ده نادي اهلي المصري ويلعب نادي خارجي الوداد المغربي، طبعا احنا كنا اخوات واشقاء بس هو خارج مصر، لكن بيزعلوا التصرفات اللي بين الانديه المصريه. نادي الزمالك المصري المفروض مع النادي الاهلي المصري، المفروض ان هو مصري، بيبقى زعلان. ما شفناهوش التصرف التاني. طب خلينا في مصر والانديه المصريه، يمكن هو ما بيحبش يتدخل في الناس اللي بره، ممكن يعني الله اعلم بالناس برضو يا جماعه، كل واحد بيبقى عنده ظروفه وعنده مشاكله وعنده حياته يعني الشخصيه. فنقول اللي عندنا في مصر ما شفناش يا كابتن حازم مثلا انتقدت تصرف مثلا اللجان اللي كانت بتسيب المديونيه بتاعت نادي الزمالك لحد ما وصلت مش عارف ل 80 و90 و100 مليون، ما اعترضتش عليهم يعني، ولا نزلت وقلت انه ما ينفعش كده وما يصحش كده. ما شفناكش اعترضت على الناس اللي بعتت من عندك من اتحاد الكوره حاجات بالغلط عشان خاطر القضيه بتاعت سيف الدين الجزيري النادي الافريقي، وحركتونا بره والناس حرجوكوا بره والفلوس اتدفعت في الاخر وقال لك ده تهمه يعني تزوير وتظبيط وحاجات كده يعني. ما زعلتش ليه من التصرفات دي؟ يعني مستغربك بصراحه، مستغربك. فاللي انا اعرفه ان عضو مجلس الاداره المفروض انه يكون على مسافه واحده من الجميع. احنا ما شفناهاش قبل كده، جديده علينا ان عضو مجلس اداره يقف في صف نادي. احنا شفناها قبل كده ان هو بيقف في صف نادي يعني كتير قوي، في مواقف كتير زي الموقف اللي انا حكيتها كده سريعا يعني دلوقتي، بس انه يعملها بقى علني كده وينزل بوست جديده بالنسبه لنا. فعادي هنتاقلم برضه وهنتعود، لان انتوا معاكم دايما الجديد شديد يعني زي ما بيقولوا. طيب ده بالنسبه لعضو مجلس الاداره. طب تيجي نرد عليه بقى ككابتن حازم امام لاعب نادي الزمالك او عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق. واحد يقول لي ليه اشمعنى؟ هقول لك اشمعنى دلوقتي. ما هو دلوقتي مش عاجبه وبينتقد وشايف ان ده غلط وشايف ان ده الحاجات دي ما يصحش وعيب، وبيدينا درس في الاحترام والاخلاق اللي هو دايما السبحه بتيجي في وقت معين. السبحه والله ما بتلاقي عليكم، والله العظيم كمان مره السبحه دي ما بتلاقيش عليكم، بس انتوا مصممين خلاص امسكوا السبحه واحنا نرد عليكم ونقول لكم ان هي مش لاقيه عليكم. ده حقنا وده حقكم. فكابتن حازم اللي مسك السبحه وعلامه الصلاه اللي لزقت مره واحده ومش عاجبه التصرفات دي، انا عايز افكركم بس ان هو في قضيه محمد ناجي جده، فاكرها يا كابتن حازم؟ قضيه التزوير. النيابه وجهت له 3 تهم، 3 ابو 3 3 تهم ماشي، قضيه تزوير تمام، وقضيه خيانه امانه تمام، والثالثه كانت ان هو سير العمل باوراق مزوره. 3 قواضي في قضيه واحده بتاع محمد ناجي جده. ولولا بعد ربنا يعني طبعا سبحانه وتعالى محمد ناجي جده وبالتحديد كابتن حسن حمدي وكابتن عادل القيعي اللي اتنازلوا عن القضيه دي عشان خاطر المرحوم ربنا يرحمه يا رب، فعلا الراجل المحترم كابتن حماده امام المحترم اللي مش عارف انت يعني ما اتعلمتش منه حاجات ليه. كابتن حماده طول عمره ما حد سمع عنه اي حاجه خالص ولا زعل حد، برغم ان اللي انت بتدافع عنه دلوقتي كان هانك وشتمك بسببه وعايرك بالفلوس بتاعت الجنازه بتاعته. ما اعرفش انت بتنسى ولا ايه مش عارف، بس عامه لو انتوا بتنسوا احنا ما بننساش. احنا تقريبا بص اعتبرنا كده احنا جماهير الاهلي الصندوق الاسود بتاعكم، وقت ما تنسى حاجه هتلاقينا بنفكرك.
فادي كابتن حازم امام عضو مجلس الاداره السابق في نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك السابق. فمش انت اللي هتدي للناس درس في الاخلاق والاحترام مع كامل احترامي ليك، عشان لولا اللي حصل ده ولولا التنازل بتاع القضيه كان زمانك حضرتك ممكن تكون لسه محبوس لحد النهارده ومشرب بالبدله الزرقاء. فلو نادي الزمالك ليه فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى وانت عايز ترد له حاجه من الفضل ده، فالنادي الاهلي هو كمان ليه فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى، واكبر من فضل نادي الزمالك. على ان نادي الزمالك ادالك فلوس، ادالك عربيه، ادالك شقه، ادالك شهره، ادالك جماهيريه، ادالك كل الحاجات دي. النادي الاهلي بقى اللي خلاك تستمتع بكل الحاجات دي، لان لولا النادي الاهلي كان زمانك محبوس وما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي، ولا عمرك هتترشح في اي حاجه بقى، فاهمني؟ ولا مجلس اداره مش عارف ايه، ولا مجلس اداره ايه، وكان زمانك ايه في البخ. فزوما يعني قلت لكم يا جماعه اهدوا، والله العظيم اهدوا، والله صياحكم ده ما هيفيدكم بحاجه، اقسم بالله صياحكم ده مش هيفيدكم بحاجه. انا مش عارف انتوا مش مصدقين ليه. انت عندك مشكله، شايف ان في مشكله فعلا، انا ما عنديش مشكله على فكره، انت حر، ممكن تكون انت فاهم غلط ما عنديش مشكله، ممكن تطلع انت صح يا سيدي وانا غلط ما عنديش مشكله برضه. اطلع بقى على الفيفا على طول، انت مش عارف العنوان، على طول على الفيفا قول لهم يا جماعه انا رونالدو مقهور ومظلوم وبيحصل معايا 1 2 3 وتعالوا هاتوا لي حقي من النادي الظالم بتاع النادي الاهلي ده، وسيب الفيفا بقى تحكم. لكن انك تقعد بقى تصيح كده في كل حته بقى، كابتن ميدو شويه، وكابتن خالد الغندور شويه، وكابتن وائل الاباني شويه، وكابتن حازم امام شويه، وكابتن طارق السيد شويه، وكابتن احمد عبد الملك شويه، انتوا كتير ما شاء الله يعني. الاعلام ده اهلاوي الاعلام اهلاوي فعلا، فانتوا كتير، فانا مش هفضل كل شويه نفضل نرد على كل واحد لوحده، فخلاص بنقص منه الصياح، بنقص. واطلعوا بقى على الطرق القانونيه زي النادي الاهلي بيعمل. مش انتوا بتطالبوا باللوائح والقوانين؟ ما هو ده اللوائح والقوانين، خد الطريق القانوني، اسلك السلك القانوني. لكن تقعد بقى تقضيها صياح ورمي كلام وجزافا وكلام مرسل وكلام بالاونطه، احنا الحمد لله ما بنعرفش ناكل الاونطه. لو عندك حد بيصدقك وبياكل بالاونطه بتاعتك، احنا الحمد لله جماهير النادي الاهلي عمرنا ما اكلناه ولا هتاكل معانا. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.